ولكن ما ليس لدينا خيار آخر، لذلك سوف تقام المباراة بالفعل إن شاء الله على الساعة 9:30. ويعني حتى الإخوة الله يعطيهم العافية في هجر، يعني أردنا أن نضع حلول، ولكن ليس هناك حل إلا أن تقام المباراة. بكل تأكيد القرار الأول والأخير للسيد تركي الخضير حكم المباراة. نتحدث أيضا دكتور محمد، نشاهد الآن عمليات تنظيف الملعب من بعض المياه، نشاهد أيضا أتربة كثيرة في الملعب، عدم استواء أرضية الملعب، هنالك خوف اتحادي من إصابات، هنالك أيضا خوف. أنا التقيت كذا من لاعب من لعيبة الاتحاد من ضمنهم كابتن عبد العطيف، قالوا بصراحة احنا متخوفين ويمكن نلعب على الواقف. شيء طبيعي، يعني حتى يمكن طريقة التنظيف طريقة بدائية جدا، يعني يمكن نشاهد جميع ملاعب العالم لا تكون بهذه الطريقة. يعني يمكن شوفوا الأدوات اللي بتستخدم يعني حتى في البيت يمكن ما تستخدمها يعني في تنظيف المياه، ولكن هذا واقع. فلكي ينتهي الدوري فحنكمل، يعني نريد أن نساعد. واقع مؤلم بعض الشيء جدا، ولكن أتمنى أن تكون هناك خيارات أخرى. يعني إذا نحن حريصين، إذا الاتحاد ينافس في بطولة آسيوية، لدينا سفر في الغد. الآن الوقت حتكون المباراة أيضا متأخرة، لدينا سفر إلى الدمام، وغدا السفر إلى أبو ظبي. فما أدري يعني كيف سوف يكون هناك الوضع. في خوف من اللاعبين، هناك خوف كبير من اللاعبين، لأنه